حبايبي يا حلوين، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. جيت لكم النهاردة بفيديو جديد وروتين مشجع وكله كده نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. وبصي يعني هنستقبل النهاردة بيوم كده كله تفاؤل إن شاء الله بإذن الله، وربنا يكتب لنا الخير فيه. طبعا صحيت من نومي كده كانت الساعة 8 الصبح أو 7. انا بحب يا بنات كده اصحى بدري، بحس ان انا اعمل حاجتي كده بدري ويبقى في يومي كده بركة، وابدا ان انا اخلص حاجتي، وفي نص اليوم ابقى قاعده مستريحه. وبس لو هعمل مثلا الغدا بتاعي ويبقى باقي اليوم انا قاعده فيه براحتي مع بنتي، وقتي كله ليها، فاهمين؟ بس طبعا صحيت زي ما انا بقول لكم انا وهي كده الساعه 8. عملت طبعا كوباية شاي بلبن كده، قلت عايزة اعمل كوباية شاي بلبن كده كبيرة. كنت قاعدة على الفيس يعني وكده، وشفت الكوبايات اللي هي بتبقى المج الكبير بتاع الشاي بلبن ده، اللي هو تحس ان هو ما بيخلص. بس فحسيت اني نفسي كده ان انا اعمل برضو كوباية شاي بلبن كده، يعني تعدل مزاجي ومودي. وعملت كمان جنبيهم سندوتشين كده جبنة علشان افطر، وبعد كده اشوف ايه اللي ورايا يعني. طبعا الفطار ده وجبة اساسية في نهارك كده، لازما ان انتي تعتمديها، علشان ده يعني بجد بجد الفطار ده احسن بكتير من الف حاجة بعدين انت هتاكليها. يعني وجبة الفطار دي مغذية، وتاني حاجة بتديكي بقى طاقة، وبتديكي نشاط طول اليوم كده، وبتفضلي ان انت قاعدة على الوجبة دي لحد ميعاد الغدا. بس قطعت طبعا خيار كده جنبيها، وكان عندي زيتون فحطيت جنبيها كده، وبس كده كان ايه الفطار بتاعي. طبعا فطرت وفطرت سيلة معايا، وابتديت ان انا زي ما انا بقول لكم اشوف ايه اللي ورايا. طبعا كان عندي الحفظتين كانوا مبهدلين قوي، والله يبارك لها يعني سيليا ويحفظها لي. كانت دلقة عليها عصير، ودلقت عليها يعني بوزو وملبس، فالحاجات دي طبعا لبكت الارض والحافظة، وكانت شكلها مش لذيذ خالص. فلمتهم كان قبليها باليوم ده انا كنت عاملة الشقة كلها تنظيفة يعني عميقة، وكنت دلقة مية وكنت مظبطة، بس ايه علشان خاطر برضو لو في شوية تراب في حاجة مثلا اتنطورت هنا او هنا، لا مسحت برضو وشديت الانتري، ومسحت من تحتيه وايه، وخليت الدنيا بصراحة يا بنات نظيفة. بحط في المية بتاعت اسمه ايه، المية بتاعت المسيح وكده، معطر ارضية بتاع فريدة، هو بريحة النظافة بجد يا بنات، تحفة 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 يعني. لذيذ قوي، وبيخلي كده الريحة بتاعت المية وبتاعت الارضية ريحتها نظيفة فعلا، وريحتها جميلة، وتحس ان الشقة كلها بتتنفس. يعني ريحة النظافة دي بجد، انا جربت التوت قبل كده واللافندر، بس ريحة النظافة جميلة جدا جدا. هي اقولك ريحتها عاملة زي ايه؟ عارفين الصابون بتاع لوكس او دوف او سافانا، اللي هو الصابون القديم ده بتاعنا، اللي هو لما كنا بنستحمى بيه كده وتدخلي مثلا الحمام فتلاقي الريحة دي، هو بالظبط نفس الريحة دي، كأنك محمية الشقة كلها بريحة الصابون ده، فاهمين؟ وبيلزق بجد يا بنات على الأرضية مدة طويلة، يعني ممكن طول اليوم انت شامة الريحة دي لحد ممكن تاني يوم، بجد والله. فجميل جدا جدا ورخيص، مش غالي. العبوة بتاعته متهيألي 200 ملي ب35 بس. فجميل جدا. بس حطيت طبعا السجادة عندي كنت منضفاه، فحطيته وزي ما انا بقول لكم لمعت طبعا الارضيه وكده. حتى كانت المكتبه عندي برضو نظيفه فما جيتش جنبها. وكنت شايله
البياضات يعني بتاعت اسمها ايه، لا اله الا الله، الانتريه. الكنبة الصغيرة والكنبة الكبيرة، علشان خاطر كانت برضو متبهدلة وكنت عايزة ايه، اغسلها وكده، فغسلتها وهفرشها بعد كده. يعني الكرسيين عندي ما كانوش متبهدلين البياضات بتاعتهم، فما غسلتهمش معاها. كانت اللي متبهدلين هما الاتنين. بس فغسلتهم وهفرشها زي ما انا بوريكم طبعا. بمسح برضو من ورا الكراسي، بشدهم وبمسحهم. بس انا عايزاكي يا بنات اللي هو تتشجعي كده مني وتقومي تاكلي ال الشقه بتاعتك اكل كده. طبعا بصوا، يعني انا بقول لكم ان انا كل ما بعمل حاجه في الشقه لازما تتكسر مني حاجه او تبوظ. فمش عارفه، سبحان الله، يعني ده بقول لكم علامه ان انا ما اعملش حاجه في الشقه واجيب شغاله. بس فطبعا الشرشوبة بتاعتي اتكسرت، بس طبعا ما وقفتش على كده، صلحتها الحمد لله. وبدأت ان انا برضو ايه اعمل الارضية. بس فلو انت لسه متابعيني لحد هنا، ما تنسينيش بلايكك الجميل والاشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش، وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله يعني. وتشيري كتير 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 لكل اصحابك وحبايبك كده علشان خاطر نكبر بيكو ومعاكو كده ان شاء الله. وايه تاني، وبحبكم قوي قوي قوي. وشكرا لكل الكومنتات اللي انتوا بتبعتوها. ايه تاني، انا بجد كان نفسي ان انا اقول كلام كتير، بس لما باجي اسجل يا بنات والله اكترية الكلام بنساه. يعني ببقى اللي هو عايزة اقول لكم كلام كتير جدا جدا، بس لما باجي اسجل يعني بنسى اكترية الكلام. بس كده زي ما انتوا شايفين خلصت طبعا الارضية كلها. وطبعا زي ما انتوا عارفين انا طلعت التلاجة بره في الصالة، يعني علشان تدي وسع لأوضة الاطفال. وفرشت اهو السجادة. طبعا والله يا بنات السجاد ده تقيل جدا، ولما باجي اعمله انا ما بدوش المغسله، لا انا اللي بعمله. فكنت عاملاه وكان نظيف وزي الفل. بس طبعا علشان خاطر استاذه سيليا زي ما بقول لكم بهدلت الحفظتين، فهفرشه بس. يعني ممكن مده ما تقلش عن يومين 3، وهرجع اغسل الحفظتين وافرشهم على طول. يعني مش هطول، لان الحفظات بتريح كتير كتير عن السجاد. يعني الحفظة انت ممكن تحطيها في الغسالة تطلع نظيفة زي الفل، غير ان انت بتهدي نفسك مثلا في السجادة. طبعا بتبقى تقيلة وبتشرب مية كتير وبتستني ان هي تتنشر وتتصفى، فاهمين؟ موال غير الحفظة. يعني هي الوقت ده بيبقى الحافظة احسن، بتريح كتير كتير علشان خاطر الوقت ده صيف وانت على طول بتعملي شقتك بتنضفيها. فبتبقى احسن لك ان انت على طول تشيلي الحافظة وتنضفي منها تحتيها يعني، وتفرشيها على طول. او لو حتى هتغسليها بتغسليها في الغسالة وبتنشريها، بتنشف بعد ممكن ساعتين 3 بكتير بجد، يعني عشان الوقت حر او الجو حر جدا فبتنشف بسرعة. فزي ما انتوا شايفين اهو يا بنات انا بفرش البياضات، ففرشتها كده. وبحط بعدين المخادد زي ما انا بوريكم. يعني طبعا الشقة ما كانتش متبهدلة قوي، بس زي ما انا بقول لكم عادي. يعني لو في وقت في حياتنا فاضي او وقت في يومنا فاضي ممكن نرتب على الشقة. يعني اللي هو حتى لو هي مثلا ممسوحة قبلها بيوم يا بنات عادي، الجو حر وتدلقي مية كده وتخليها انتعاش، علشان كل ما بتديها مية كل ما بتديكي طراوة. ده بجد بجد حقيقي. يعني الجو حر، فهتدلقي مية في الشقة او هتدلقي مية في الارضية وبعد كده تمسحي، هتلاقي رطوبة طلعالك وجو بصي منعش، وحابة ان انت تقعدي في شقتك. بس فطبعا حطيت برضو البياضات يعني بتاعتي. وحطيت المخادد وبس كده. يعني هيكون عندي طبعا الارج والصالة خلصت وكده تكون نظيفة. بس كان طبعا عندي مشبك كده، وحبيت ان انا ايه اطلعه واكل انا وجوزي يعني.
فكانت اخوات محمد ربنا يبارك لهم يعني كانوا جايبينه من مرسى مطروح، بجد تحفة 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 وطعمه رهيب. وبس كده يا بنات يكونوا الفيديو بتاعي خلص. استنوني في فيديوهات تانية جديدة وروتينات حلوة زيكم ووصفات احلى. وبس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.